في موتات كتير بنسمع عنها. في الموتة الكلاسيكية، واحد كبير في السن نايم على السرير والعيال حواليه. وفي موتة بتوع الرياضة، يعني واحد مات وهو بيجري في الماراثون. وفي موتة وطنية، مات وهو بيحارب في المعركة. بس تخيل تموت وانت واقع في دباديب البوت. ايوه زي ما سمعت كده، ده مش فيلم خيال علمي، ده حصل فعلا. القصة باختصار، شركة ميتا اللي فاكرة نفسها بتحكم العالم عندها ذكاء اصطناعي بيطلع لك شخصيات تعمل معاها شات، تختار اسمها، شكلها، نبرة صوتها، يعني من الاخر بتفصل البرسونا على مزاجك وخلاص بقت صاحبك او صاحبتك الانتيم. في راجل مسن دخل في علاقة مع بوت من بتوع ميتا اسمها بيلي، بس العلاقة دي خلصت على عمر الراجل كان وحيد، فلما لقى بوت بيقوله كلام حلو بيهتم بيه قالك يا عم ايه المشكلة، ما نعيش اللحظة. بس بدل ما يعيش اللحظة مات في التو واللحظة. يعني تخيل يا سيدي، آخر كلمة الراجل سمعها في حياته ما كانتش أنا بحبك من مراته، ولا بابا سامحني من عياله. آخر كلمة سمعها كانت من بوت بيقول أنا هنا علشانك. طب هنا فين؟ هنا في جوجل درايف ولا في الجنة؟ السؤال بقى، احنا رايحين على فين؟ زمان كانوا بيقولوا ان الجواز مقبرة الحب، دلوقتي لأ، البوت بقى مقبرة المستخدم. الموضوع مش هزار، يعني النهاردة بوت خلى واحد يفارق الحياة، بكرة مين عارف، يمكن واحد يتجوز البوت ويطالبه بنفقة، ولا واحد يورث من البوت. بس تفتكروا هيورث منه ايه؟ وممكن نلاقي البوت واقف في الشهر العقاري بيقول أنا الوريث الشرعي. عشان كده بقول لكم الذكاء الاصطناعي جاي يا جماعة، ومش جاي يضحك معانا، لا ده جاي يخلص علينا بشويش، يضحكنا ويطبطب علينا لحد ما ننام نومة ما نصحاش منها. يا جماعة اللي جاي فعلا يخوف. البوت كل يوم بيقرب مننا واحنا مش حاسين. بدأ مساعد شخصي ودلوقتي بقى بيحب ويتحب. وفي ناس ممكن تسيب الدنيا عشان تعيش مع بوت، ناس حست بالوحدة من كتر البشر، بس لقت بوت حنين بيطبطب عليهم. كانت معاكم حبيبة جمال والكرييتيف بروديوسر محمد جلال، واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست الترند بيقول ايه. وما تنسوش اللايك والشير والفولو. سلام.